انتظرونا إن شاء الله غدا في حلقة قنبلة. آخر أخبار عن صفقة إيفرتون دا سيلفا، المهاجم اللي كلمت حضراتكم عليه. كل الناس بتقابلني وتقول لي اتكلمت عن إيفرتون وما شفناش حد، اتكلمت عن جونزاليس وما شفناش حد. إن شاء الله في حلقة الغد آخر أخبار إيفرتون دا سيلفا. أصدقاء الكرة مع عادل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو لسه ما اشتركتش في قناتنا على اليوتيوب يلا بسرعة اشترك في القناة، فعل زر الجرس على اشتراك كل إشعارات حلقاتنا الجديدة. كرة مع عادل كلمة اشتراك، فعل زر الجرس، أصبح مشترك في القناة. لو لسه مشترك في قناتنا على الفيسبوك هتلاقي لوجو القناة الكرة مع عادل جنبها كلمة متابعة، اضغط على كلمة متابعة أصبحت أتابع، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل إشعارات حلقاتنا الجديدة. غادرت بعثة النادي الأهلي إلى كوت ديفوار لملاقاة نادي استاد أبيجان في 6 مساء اليوم السبت على ملعب استاد أبيجان في مباراة في المرحلة الخامسة في دوري أبطال إفريقيا. بنتمنى إن شاء الله الفوز للنادي الأهلي. النادي الأهلي رصيده 7 نقاط والنادي الأهلي محتاج الفوز لصدارة المجموعة. سفر بعثة النادي الأهلي وهو ينقص 12 لاعب. النادي الأهلي مليء بالإصابات ما بين رحيل كهربا ورحيل بيرسيتاو وإصابة أشرف داري وإصابة يحيى عطية الله وإصابة رضا سليم وطاهر محمد طاهر. الإصابات تضرب النادي الأهلي. عندنا في الباك اليمين عمر كمال عبد الواحد، عندنا محمد هاني. كل دي اصابات بتضرب النادي الاهلي، والنادي الاهلي سافر معاه 21 لاعب من ضمنهم 5 لاعبين ما بيلعبوش مع مارسيل كولر، ولكن اضطر ان هو يصطحبهم معاه. من ضمنهم يوسف ايمن، ده اللي ما لمسش الكوره دي خالص، اضطر ان هو ياخده معاه. كريم نيدفيد اللي ما بيلعبش برضه مع مارسيل كولر، اضطر ان هو ياخده معاه علشان يكمل القائمه اللي هتلعب المباراه. النادي الاهلي ان شاء الله هيلعب بزيه الكحلي كامل، الفانيلا والشورت والشراب كله كحلي، لان فريق استاد ابيجان هيلعب باللون الاحمر. وزي ما قلت لحضراتكم المباراه ان شاء الله في 6 مساء. بنتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي. قلنا لحضراتكم ان شاء الله تابعونا غدا، حلقه غدا اخر اخبار صفقه ايفرتون. مش هقدر اقول لك اكتر من كده. تابعنا كلنا رحيل بيرسيتاو انهى كل الاتفاقات الماليه مع النادي الاهلي ورحل لنادي قطر القطري مقابل 500 ألف دولار للنادي الأهلي. نادي قطر القطري اشترى عقد بيرسيتاو ال6 شهور اللي باقيين ب 500 ألف دولار. قطر القطري اللي بيلعب فيه أحمد عبد القادر، قطر القطري هيبقى ناحية اليمين بيرسيتاو وناحية الشمال أحمد عبد القادر، والاثنين كانوا بيلعبوا في النادي الأهلي. بيرسيتاو هيتقاضى نفس الراتب اللي كان بياخده في النادي الأهلي، 1,400,000 يورو. فشل صفقة انتقال كهربا إلى نادي الاتحاد الليبي. قلنا نادي كهربا رايح السواحلي الليبي، ولكن هو رفض، ولما جاله عرض الاتحاد الليبي راح الاتحاد الليبي. فشلت ليه الصفقة؟ نادي الاتحاد الليبي المدير الفني السابق بتاعه، وده مدير فني مصري، اشتكى الاتحاد الليبي عشان ليه صفقات. اشتكى فالاتحاد كرة في ليبيا أوقف القيد نادي الاتحاد الليبي لحين سداد مستحقات المدير الفني السابق للفريق. فطبعا ايقاف قيد يبقى مش هيجيب كهربا. نادي الاتحاد الليبي بلغ كهربا ان احنا متمسكين بيك، ولكن امهلنا بعض الوقت ان احنا ننهي مديونياتنا وان شاء الله تنضم له. كان هينضم للاتحاد الليبي مقابل 650 ألف دولار لكهربا و350 ألف دولار للنادي الأهلي مقابل 6 شهور. برضو إجمالي صفقات النادي الأهلي اللي مش عارفين هيخلص امتى، هو المضمون 100% صفقة ايفرتون اللي هكلم حضراتكم عليها بكرة إن شاء الله. في لاعب روماني على رادار النادي الأهلي. طب جبت الخبر ده منين؟
تصريح من المدير الرياضي للفريق اللي بيلعب فيه اللاعب الروماني، قال ان النادي الاهلي المصري يفاوض مهاجمنا للانضمام للعب معهم في كاس العالم. اصبح ده تصريح من المدير الرياضي للفريق اللي بيلعب فيه اللاعب الروماني. كده اصبح المصدر بتاعنا المدير الرياضي. اللاعب ده بيلعب جناح يمين، واحيانا بيلعب مهاجم. وطبعا التصريحات دي بناء على المدير الرياضي. وقال ان احنا النادي الاهلي قال ايه المطالب الماليه؟ ان احنا طالبين 1.5 مليون يورو للاستغناء عن المهاجم ده. ايه اي معلومات عنه؟ ده تصريح اخذناه من المدير الرياضي للفريق اللي بيلعب فيه اللاعب الروماني. كلنا اتكلمنا او وسائل الاعلام كلها اتكلمت على الياس شوارف. الياس شوارف ده لاعب بيحمل الجنسيه الفرنسيه والجنسيه المغربيه. لاعب سيون السويسري، واللي اتفرج عليه المدير او وكيل اعمال مارسيل كولر، وبلغ مارسيل كولر اللاعب ده، قال له اللاعب ده بيلعب جناح يمين وبيلعب جناح شمال، والنادي بتاعه طالب 3 مليون يورو للاستغناء عنه. اتفرجت انا على كواليس للاعب ده او مهارات اللاعب ده. طب احنا دفعنا 3 مليون دولار وجبنا امام عاشور، دفعنا 5 مليون دولار قبل كده وجبنا حسين الشحات، ليه ما ندفعش في اللاعب ده 3 مليون دولار؟ واللاعب ده يفوق حسين الشحات ويفوق امام عاشور. عنده 24 ساعة وبيلعب 24 سنة وبيلعب جناح يمين وجناح شمال، وهيحل مشاكل ياما للنادي الاهلي. نروح لاخبار نادي الزمالك. ونادي الزمالك يهزم ابو قير الاسمده 2-0 في دور ال 32 لكاس مصر، ويضرب موعد مع مودرن فيوتشر في دور ال 16 لكاس مصر. احرز هدفي اللقاء زيزو ومصطفى شلبي. كريستيان جروس ابلغ اداره نادي الزمالك ان هو مش عايز عدد من اللعيبه ابتداء من شهر يناير الجاري. على راس هؤلاء اللعيبه كونراد ميشيلاك مش عايزه، زياد كمال مش عايز زياد كمال، وفي لاعب محترف ما شفناهوش غير مباراه واحده كان بيلعب قدام النادي الاهلي في السوبر الافريقي. بصراحه مش متذكر اسمه، ولكن هو اتفرج عليه وقال انا مش عاوز اللاعب ده. نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع اندريا كومبانيو مهاجم ايطالي. دخل مع اتفرج عليه كريستيان جروس واعجب بالمهاجم ده، وقال لو في امكانيه ان احنا ممكن نتعاقد مع المهاجم الايطالي ده. على اطار استعدادات نادي الزمالك، نادي الزمالك وصل استعداداته لبلاك بولز في دور ال 16 لبطوله الكونفدراليه. وفي اخر تدريبات اصيب احمد فتوح فمش هيلحق بلقاء بلاك بولز. بالتوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك. انتظرونا غدا ان شاء الله. واخر موقف ايفرتون دا سيلفا الجناح البرازيلي لاعب بانيك سترافا اتشيكي. كل شيء عن الصفقه دي جايه الاهلي ولا مش جايه الاهلي. في نهايه اللقاء مع حضراتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير ومتابعه لقناتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك علشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الساده المشاهدين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.